السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. trennbare Verben، الأفعال المنفصلة. من الاسم كده هوت نبتدي نعرف مع بعضنا إن في فعل بينفصل، يعني بينفصل عن بعضه. وزي ما احنا شايفين في الصورة إن في مثلا الشريط مقصوص، فالشريط منفصل عن بعضه. فالنهاردة إن شاء الله هنبتدي نعرف مع بعضينا trennbare Verben، أفعال في اللغة الألمانية بيتضاف لها مقطع أمامي بيدي للفعل معنى جديد تماما. وهنبتدي نشوف مع بعضينا الأماكن بتبقى ازاي في الجملة، ومثلا مع المودال فيربن بيبقى شكله عامل ازاي وبيجي موضوعه فين في الجملة. كل ده النهاردة ان شاء الله هنعرفه مع بعضينا، وهنبتدي نتعمق اكتر، هنبتدي نعرف افعال جديدة بمعاني جديدة. فخليكم مركزين معانا ولوس جيتس. عندنا اول حاجة هنا هو البيدويتونج. Bedeutung يعني المعنى، فبيقول لك in der deutschen Sprache gibt es die Möglichkeit, Verben sogenannte Präfixe، نركز في الكلمة ديت، auch Verbzusätze genannt anzufügen. Präfixe geben dem Verb eine völlig neue Bedeutung und gehen als neuer Vokabel in den Wortschatz ein. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لك ان في اللغة الألمانية في الإمكانية أو في الفرصة إن يبقى عندنا فعل بيتضاف له البريفكس. البريفكس ديت اللي هي المقاطع أمامية، جميل، أو بيقال عليها اللي هي السوابق، حاجة بتيجي بتبقى بتسبق الفعل، مقطع بيجي أمامي فبيسبق الفعل. فده لما بينضاف للفعل بيدي للفعل معنى جديد تماما. und gehen als neue Vokabel in den Wortschatz ein، يعني وبتبتدي ان هي تبقى فوكابل اللي هي مفردات جديدة في الفورتشاتس بتاعتنا، في اللي هي الثروة اللغوية. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا مثال بيقول لك ان الانفينيتيف هنا هو الفيرب fahren اللي احنا عارفينه بمعنى يسافر او مثلا بيقود. عندنا الجملة مثلا بتقول morgen fährt Harald mit dem Zug nach Berlin، وفي بونكت يعني الجملة خلصت. طب يعني ايه؟ يعني بكرة fährt هارالد، هيسافر هارالد لبرلين بالقطار، او هيسافر هارالد بالقطار لبرلين. جميل، فالفيرب هنا هو معناه يسافر. طيب نشوف الجملة التانية. عندنا الانفينيتيف هنا هو abfahren. abfahren بمعنى ينطلق او يبدأ التحرك، وبتيجي اكتر مع مثلا القطار، الاتوبيس، الحاجات ديت. فيقول لك مثلا der Zug fährt um 6:44 vom Aachener Hauptbahnhof ab. الجملة خلصت عند ab. فشوفنا ان اصل الفيرب هو abfahren مع بعض، ولما جه في الجملة انفصل، جت فات هنا هوت متصرفة مع der Zug اللي هو الزوبجكت في الجملة الفاعل، والمقطع الأمامي اللي هو البريفكس جه في نهاية الجملة، والفيرب بمعنى يبدأ التحرك. طب تعالوا نترجم الجملة. يقول لك der Zug القطار fährt um 6:44 القطار هيبدأ التحرك الساعة 6:44 من محطة أخن. جميل، فهنا جيب معنى يبدأ التحرك أو ينطلق، هنا كان بمعنى يقود أو يسافر. فلما ضفنا له المقطع اللي هو البريفكس up ادى للفيرب هنا هو معنى جديد تماما، زي ما احنا قرينا في البيدويتونج. وزي ما شفنا التصريف ان الفيرب بيجي هنا هو في موضعه الطبيعي جدا اللي هو بوزيسيون 2، المركز الثاني في الجملة، وبيتصرف مع الزوبيكت عادي جدا اللي هو der Zug، صرفناه عادي جدا، والمقطع الأمامي اللي هو up بيجي في نهاية الجملة. طيب خلونا ناخد حبة أمثلة كمان ونشوف. عندنا هنا هو بيقول لك الانفينيتيف اون بريفكس اللي هو مصدر الفعل بدون اللي هي الفازلبة اللي هي المقطع الأمامي. عندنا فيرب kaufen احنا عارفينه بمعنى يشتري، لما بنضيف له مثلا مقطع einkaufen بيبقى بمعنى يتسوق. عندنا machen يفعل شيء، لما اقول لك anmachen بمعنى يشعل او يشغل حاجة، او بمعنى يضايق او يعاكس مثلا فتاة، ليه كذا معنى. شفت المقطع ان غير معناه. fahren
معنى يقود او يسافر زي ما احنا لسه شايفين. طبعا انا عامل الأ هنا هوت بلون مختلف عشان تفتكر ان ديت من الشتاكن فيربن اللي مع الدو و اس و زي. الأ بتتحول لأ أملاوت اللي هي ايه، و ايه بتتحول لإي، و في فليزن وزين الايه بتتحول لإي ايه. جميل، ما ننساش يا شباب. فهنا هوت لما بنضيف لها المقطع اب بتبقى اب فارن بمعنى يبدأ التحرك او ينطلق مع القطار او الاتوبيس او مترو الانفاق او الحاجات ديت. عندنا مثلا الفيرب kommen يأتي، لما اقول لك uncommon بتبقى بمعنى يصل. جميل، فالمقاطع بتغير معنى الفيرب تماما زي ما احنا شفنا. وطبعا انا دلوقتي هديكم امثلة بحيث تعرف ايه المقاطع اللي بتنضاف الاغلبية اللي فيها، وتبقى عارف ان هي ديت المقاطع المنفصلة، لاننا في المستقبل هنشوف مع بعضينا الافعال المتصلة او اللي هي الغير منفصلة، يعني بيتضاف لها مقطع ولكن ما بينفصلش، بيفضل مع الفيرب ما بيروحش في اخر الجملة. فدلوقتي كل اللي انا طالبه منك انك تحفظ المقاطع اللي جاية ديت بحيث تبقى عارف ان المقاطع ديت بتبقى مقطع منفصل، فلما تشوفه تصرف الفيرب على الشكل دوت او على الاشكال زي ما هنشوف في حلقة النهاردة. طيب خلينا نشوف ايه هي المقاطع اللي بنضيفها ديت. عندنا هنا هو البروبوزيسيون او البريفكس. عندنا اب في مقطع بنضيفه اسمه اب بايشبيل يعني مثال، زي ما اقول لك abfahren oder absagen، زي ما قلنا abfahren وعامل الاي هنا هتلاقوا فيه الحروف باللون الاحمر ديت اللي هي الاشتراكن فيربن، بنركز فيها دايما عشان تبقى دماغنا شغالة. عندنا abfahren زي يبدأ التحرك او ينطلق. عندنا absagen مثلا يعني يلغي، زي ما اقول لك den Termin absagen يعني يلغي الميعاد. عندنا البريفكس ان المقطع او الحرف الجر ان لما بينضاف مثلا تبقى uncommon anfangen. uncommon يعني يصل، anfangen يعني يبدأ. auf عندنا aufstehen يعني ينهض، aufhören يعني يتوقف عن فعل شيء. عندنا aus لما اقول لك aussteigen يعني ينزل من مثلا الاتوبيس اللي هو يخرج من الاتوبيس. واوشالتن يعني يفصل جهاز. einsteigen يعني يصعد لوسيلة المواصلات، يصعد للاتوبيس مثلا اللي هي عكسها aussteigen. عندنا einladen يعني يدعو. los مقطع لوس لو جه قلت لك مثلا لوس جين بمعنى ننطلق، اقول لك لاسونس جين خلينا يلا نتحرك. لوس فارن برضو بمعنى ينطلق، ولكن هنا لو على الاقدام وهنا لو على مثلا لو سايق شيء. جميل. عندنا المقطع مت، فلما اجي اقول لك مثلا مت برينجن يعني يحضر مع. مت كومن يعني يأتي مع. ناخ لما اقول لك ناخ زاجن، فعارفين ان زاجن يعني يقول، فلما ضفنا لها ناخ زاجن يعني مثلا لما اقول لك قول بعدي، او اللي هو مثلا بمعنى يكرر زي فيدا هولن. وعندنا لاوفن بمعنى يجري، فلما ضفنا لها ناخ لاوفن يعني يجري ورا او يجري بعد شخص. جميل. عندنا فوا، عندنا طبعا احنا عارفين ان ليزن بمعنى يقرأ، فلما اجي اقول لك فوا ليزن بمعنى تلاوة اللي هو تقرأ ببراحة وبصوت واضح. جميل. عندنا شبيلن احنا عارفين ان هو يلعب، فلما اجي اضيف لها مقطع فوا ففوا شبيلن بتيجي بمعنى يمثل. جميل، يمثل مثلا على مسرح، يمثل في فيلم. مقطع فيج عارفين ان فيرفن بمعنى يرمي، ففيج فيرفن برضو بتيجي بمعنى يرمي او بمعنى يتخلص من شيء. لaufen بمعنى يجري، ففيج لaufen بتغير المعنى وبتبقى بمعنى يهرب. فشوفنا ان المقاطع لما بتنضاف للافعال الاصلية ديت بتغير معناها. ودلوقتي برضو انا جايب لكم صور من الكتاب اللي انا كنت بدرس منه ايام ما كنت لسه في اولى ألسن.
كان كتاب كويس جدا، ولكن الصور اللي هي المتبقية معايا مكتوبة طبعا، والترجمة جنبيها وكل حاجة موجودة. يلا بينا نشوفها. عندنا هنا هو انا كاتب die häufigen Verben، الأفعال اللي هي الأكثر شيوعا. عندنا الأفعال المنفصلة اللي هي die trennbaren Verben، أو ممكن نقول trennbare Verben على طول زي ما أنا كاتب في أول العنوان بتاع الحلقة. فبيقول لك هنا إن هي أفعال بتتكون من جزئين. الجزء الأول يأتي في نهاية الجملة، والجزء التاني اللي هو الفعل بقى ذات نفسه يصرف مع الفاعل. مثال mitkommen اللي هو يأتي مع، فأقول لك kommst du heute mit، يعني انت هتيجي النهاردة معايا، او انت هتيجي معانا، المقصود اللي انت هتلتحق بنا. فهنا هو شفنا ان المقطع الاولاني مت جه في اخر الجملة زي ما احنا قايلين، والمقطع التاني بيصرف مع الفاعل اللي هو دو كومست. جميل. وهنا جه طبعا بصيغة السؤال علشان الفيرب جه في اول الجملة، فرد وقال له يا. وعندنا بيقول لك هنا إذا جاءت الأفعال المنفصلة في جملة بها müssen können wollen تأتي في نهاية الجملة في حالة المصدر. ده طبعا أنا هوريها لكم. فالمقصود إن هنا هو لو الجملة مودال فيربن، الأفعال طبعا بتيجي في المصدر، فهيجوا مع بعضهم في المصدر، وده هنشوفه أهوت. زي مثلا بقول لك ich kann heute nicht mitkommen. شفت الفعل جه على بعضه في نهاية الجملة، يعني انا للاسف مش هقدر اجي معاكم النهارده، مش هقدر الحق بكم مثلا، او مش هقدر اجي معاك، على حسب هو بيكلم شخص ولا مجموعه. فهنا عشان في مودال فيربن، مش wollen و können و müssen بس، لا كل مودال فيربن زي ما احنا شرحنا في درس المودال فيربن بيجي الفعل في المصدر، فبيجي دايما مع بعضيه ما بينفصلش. جميل، نخلي بالنا من الملحوظه دي. طيب دلوقتي نقرا كده هو سريعا عشان وقت الحلقة ما يطولش. نقرا ايه الافعال ومعانيها. عندنا المقطع up، ده مقطع بيبقى منفصل لازم نحفظ. up لما بيجي عندنا abfahren يعني يبدأ التحرك زي ما قلنا، و abholen يعني يحضر شيء. عندنا المقطع an زي anrufen يعني يتصل تليفون، anschauen يعني يشاهد مثلا تلفاز، anprobieren يعني يقيس ملابس، لما احب اقول لك جرب مثلا اللبس دوت. anbieten يعني يقدم شيء، انا بقدم عليك شيء، بعرض عليك شيء. anschalten يعني يشغل جهاز. ولسه مكملين في an، يقول لك مثلا anziehen يعني يرتدي، anfangen يعني يبدأ، ankommen يعني يصل، anbauen يعني يزرع. المقطع auf يقول لك aufpassen يعني انتبه او احترس، aufstehen يعني ينهض، لما تيجي مثلا تنهض من على السرير. auffallen يعني يلفت انتباه، aufnehmen يعني يستقبل، aufräumen يعني يرتب البيت او يرتب الشقة او يرتب اغراضه. عندنا المقطع aus يقول لك ausgehen يعني يتنزه، اللي هو بيخرج للخارج. aussehen يعني يبدو او يشبه. ausschauen يعني يختار. ausschalten يعني يغلق الجهاز عكس anschalten. auswählen يعني يختار زيها زي aussuchen. طيب ايه كمان؟ عندنا المقطع ein، فيقول لك einkaufen يعني يتسوق، einladen يعني يدعو شخص مثلا لحفلة، einpacken يعني يحزم حقيبة، لو مثلا انت بتجهز شنطة السفر، فمعنى يجهز شنطة السفر ديت او الحقيبة بتستخدم einpacken. einsteigen يعني يركب مواصلات. عندنا هنا هوت في fernsehen يعني يشاهد التلفاز، فمقطع fern بيجي مع verb sehen. وعندنا losfahren برضو بيبدأ السفر زي ما خدنا. مقطع mit بيجي mitfahren يعني يسافر مع، mitbringen يعني يحضر مع، mitkommen يأتي مع، mitnehmen يعني يأخذ مع. عندنا الفعل kennenlernen
يعني يتعارف، تحب تتعرف على شخص، نستخدم verb kennenlernen. ينظف يعني sauber machen. يتمشى أو يتنزه يعني spazieren gehen. يبدل يعني umtauschen. يجهز يعني vorbereiten. فهنا ده المقطع vorbereiten يعني يجهز. vorhaben يعني ينوي على فعل شيء مثلا. vorschlagen يعني يقترح. vorziehen يعني يفضل. عندنا حبة أفعال برضو زي weiter fahren يعني يواصل السفر، فعندنا مقطع weiter يعني بمعنى المواصلة. weiter gehen يعني واصل المشي. مقطع weiter يعني بتدل على المواصلة والاستمرارية. weggehen يعني يرحل. zurückfahren يعني يسافر عائدا اللي هو بقى يرجع، فتروك بيدل على العودة. zurückkommen يعني يعود اللي هو بترجع من حيث أتيت زي ما بنقول. وآخر مقطع معانا zustimmen يعني يؤيد، لما تؤيد شخص في الرأي. وzumachen يعني يغلق مثلا شباك، يغلق باب، الكلام ده كله. دي كانت حبة مقاطع معانا لازم نعرفهم ولازم نحفظهم، بحيث لما تشوف الفيرب دوت تبقى عارف اذا كان دوت فيرب منفصل ولا هيبقى متصل، زي ما هنشوف في الحلقات القادمة ان شاء الله. المطلوب منك انك انت تحفظ المقاطع ديت، وطبعا يفضل انك انت تحفظ الافعال كمان، ولكن طبعا مش دي كل الافعال، عشان كده بطلب منك تحفظ المقاطع. ولكن دي الافعال اللي مطلوبة منك دلوقتي، وان شاء الله مع التقدم عموما هتبتدي تشوف مثلا افعال جديدة، هتبتدي مثلا تبحث عن فعل جديد، وتبتدي تشوف. انا بديك القاعدة العامة وانت هتبتدي تطور نفسك بنفسك. طيب خلينا نشوف دلوقتي بايشبيله كده في السريع. عندنا بايشبيله يقول لك مثلا ich stehe um 6 Uhr auf. فهنا البريفكس am Ende، هنا المقطع الأمامي اللي هو الفورزيلبر بيبقى في النهاية. جميل، يعني أنا بنهض الساعة 6 في تمام الساعة 6. طيب بيقول لك منى geht um 10 Uhr auf Arbeit los. يعني منى بتنطلق للعمل في تمام الساعة 10. فهنا برضو البريفكس am Ende اللي هو الفيرب أصله losgehen، زي هنا كان أصله aufstehen ينهض. طيب لو عايز بقى الأفعال المنفصلة تنبان فيربن لو جت مع الفي فراجن، فهيبقى شكله عامل ازاي؟ هقول لك مثلا wann wachst du auf؟ انت بتستيقظ امتى؟ البريفكس برضو بيجي am Ende. auf اللي هو الفيرب أساسه aufwachen، فالمقطع الأمامي جه في نهاية الجملة. وممكن برضو يجي بالطريقة ديت، أقول لك stehst du um 7 Uhr auf؟ هل أنت بتنهض الساعة 7؟ برضو البريفكس am Ende جه في نهاية الجملة، ولكن ده بقى سؤال. تمام. طيب دي تصريفاته مع الفي فراجن. ومع المودال فيربن زي ما قلنا ان بيجي في مصدره في نهاية الجملة، زي wann willst du aufstehen؟ انت عايز تصحى امتى، عايز تنهض امتى. فهنا aufstehen جه متصل مع بعضه في المصدر في نهاية الجملة infinitive am Ende. او مثلا اقول لك darf ich jetzt losgehen؟ هل انا مسموح لي دلوقتي اني انطلق، مسموح لي ان امشي؟ فلوزجين جم مع بعضهم في نهاية الجملة infinitive am Ende. يبقى احنا كده هو تعرفنا في الثلاث حالات دولت المقاطع بتبقى عاملة ازاي والفيرب بيتصرف ازاي في الجملة. عندنا دلوقتي Hausaufgabe سريع كده هوت، عايزك تحله معايا في الحلقة وتكتب لي في الكومنتس تحت الحلول بتاعتها، بحيث اقول لك ده صح او غلط. اقول لك هنا هوت bilden Sie Sätze يعني ابن الجمل اللي جاية ديت. هنا عندنا gern fern du siehst، وهنا Fragezeichen يعني علامة استفهام. machst warum dass du Fenster auf
Fragezeichen. فالمطالب منك انك انت ترتب الجملة دي بطريقة صحيحة، وهكذا مع بقية الجمل. انا طالب منك اللوزنج بتاع الاربع جمل دولت. وطبعا دول مش كفاية، انا عايزك بعد ما هتخلص تكتب كالعادة على جوجل مثلا ترمبارن فيربن übung، وتبتدي تحل كتير عشان المعلومة تثبت بعد ما تحفظ الأفعال والمقاطع دي كلها. بس كده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون إن الفيديو سهل واستفدتوا ولاحظتوا الفروقات وعرفتوا يعني إيه الأفعال المنفصلة في اللغة الألمانية، بالأخص إن إحنا ما عندناش حاجة زي كده في اللغة العربية. فاتمنى ان يكون الفيديو سهل واستمتعتوا بيه يعني، وانا قدرت ابسط لكم الفكرة على قد ما اقدر. Wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا كومنتس بحلول الإجابات ديت. ودانك für Zuschauen، شكرا على المشاهدة ودمتم في أمان الله. السلام عليكم يا شباب.